هل فاكر احلى لحظه كرويه حصلت في حياتك؟ طب فاكر اللحظه اللي خلتك تحب الكوره قوي وتتعلق بيها؟ لحظه ممكن تكون جول عالمي او بطوله اتاخدت في اخر دقيقه كده، او حتى ماتش خلاك مش عارف تنام وقلب لك يومك كله. وكل واحد فينا عنده الذكرى دي اللي محفوره جواه، واول ما تيجي في باله بيرجع يعيش كانها لسه حاصله دلوقتي. النهارده هناخد جوله في التاريخ ونفتكر 6 لحظات. لحظات جنون مثلا وصدمه وفرحه، وكلها سبب ان احنا بنفضل نحب اللعبه دي لحد النهارده. تعالوا مع بعض نعرف الست لحظات دي، بس الاول نخش بالانترو. جنون كرة القدم. يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا. بس قبل ما نبدا قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر لحظه كرويه عمرك ما هتنساها، بس ما تنساش اللايك وسبسكرايب عشان نكمل. اللحظه رقم واحد واللي عمر ما ينساها جمهور ريال مدريد كله واللي بيعشق زين الدين زيدان، هي اللحظه اللي جاب بيها اخر جون في نهائي دوري ابطال قدام ليفركوزن في 2002، وفي كره طايشه جدا من روبرتو كارلوس وبيرفعها والناس متخيله انها هتضيع. فجاه زيدان يقابلها برجله الشمال والكره تكون صاروخ ورايحه في المقص. وكمان ده جون مش عادي، ده جون في النهائي وخلاه يتكتب ان هو من احسن الاجوان في تاريخ النهائي الشامبيونز ليج. ومش بس كده، ده ادى ريال مدريد لقبه التاسع في تاريخه. فضيحة كروية. فضيحة. واللحظه الثانيه كارثه البرازيل قدام المانيا في كاس العالم، وفي نص نهائي كاس العالم 2014، والبرازيل كانت صاحبه الارض والجمهور والشعب كله كان مستني اللقب. بس اللي حصل محدش يتوقع، وفي 6 دقايق بس المانيا كانت مسجله 4 اهداف. مش بس كده، الكارثه ان الماتش خلص 7-1 والدموع كانت في عيون الشعب البرازيلي، ودي اتشهرت اكتر من الجول نفسه. حطها في الجول يا ريال. حطها في الجول يا ريال. واللحظه الثالثه كانت صرخه محرز في افريقيا، وفي نص النهائي لأمم افريقيا في 2019، والنتيجه 1-1 وفي الوقت الضايع فاول جه والناس كلها مستنيه محرز يشوط، وانا كنت واحد منهم. وفجاه جول، واستاد القاهره كله بينفجر وصوت حفيظ الراجل لسه بيرن في دماغي لحد دلوقتي. وده الجول اللي وصل الجزائر للنهائي، فتح لهم الباب للبطوله بعد 29 سنه. اللحظه الرابعه مش عارف اقول ازاي، بس يد الله، الهاند اوف جاد، استغفر الله العظيم يعني. جون مارادونا الشهير جدا في كاس العالم سنه 86، الارجنتين ضد انجلترا في كاس عالم 86 وقدام انجلترا. الارجنتيني مارادونا فتح الكتاب على فصلين عمرهم ما يتنسوا. اول جون جابه كان بايده، وده ما حدش شافه لحد ما الماتش خلص اصلا. بعدها بدقايق مارادونا خد الكرة من نص ملعبه لنص ملعب انجلترا وعدى كل اللعيبه بما فيهم الحارس وجاب جون عمره ما يتنسي، واتسمى وقتها جول اوف ذا سنشري او جول القرن. مارادونا ده كان عبقري يا جماعه، انا عمري ما عاصرته بس ده كان لعيب اسطوري. وده يوصلنا للحظه الخامسه، حلم ميسي اللي اكتمل في قطر في نهائي كاس العالم 2022، الارجنتين ضد فرنسا. نهائي اتوصف انه من افضل مباريات التاريخ. الماتش كان 3-3 ووصل ان هم يلعبوا كمان ضربات جزاء، والعالم كله كان واقف على رجلي في اللحظه دي. بيخش مونتيل في اخر ضربه جزاء بيحطها، واخيرا ميسي بيتوج بكاس العالم، واخيرا ميسي بيكتب احلى نهايه لمسيرته مع الارجنتين. واللحظه دي كل الناس استنتها، مش شرط تكون بتحب ميسي او بتكره ميسي عشان تكون مستنيها، كل الناس كانت مستنيه اللحظه دي وانا واحد منهم طبعا. ودي اللي خلت ناس كتير قوي تقول ان خلاص الكرة قفلت كده. Lionel Messi has conquered his final peak. Lionel Messi has. واللحظه الاخيره في سلسله النهارده واللي فيه ملايين من الاهلاويه بيعشقوها وانا واحد منهم، وجت اللحظه في الدقيقه 92 الاهلي بيلاعب الصفاقسي في قلب رادس، وفجاه جمهور الصفاقسي واللعيبه بيحتفلوا ان هم كسبوا دوري ابطال افريقيا. بس كانوش يعرفوا ان بعدها بدقايق الشبح هيظهر، والشبح ده هو تريكا. وابو تريكا ده بيلعب بيمينه، كرة جايه عاليه بشماله قبل ما تلمس الارض، والهدف ده اهدى الاهلي اللقب الخامس في تاريخه في دوري ابطال افريقيا. محمد كرة طويلة في عرض الدفاع التوني من عماد متعب، مرتدة، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي، محمد أبو تريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا.
ومن لوحه زيدان لجون ابو تريكه، الحاجات دي خلتنا نحب الكوره ونعشقها اكتر بكتير من اي وقت. قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر لحظه كرويه انت بتعشقها، وايه كمان اللحظه اللي من اللحظات دي اللي علقت معاك اكتر. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، استنونا في اللي جاي. سلام.